بملصقات تجارية براقة تبدو هذه المعلبات للوهلة الأولى كأي سلعة معروضة على رفوف المحال، لكن الحقيقة كانت مخبأة تحت الغلاف. في أحد محال حلب وثق شاب سوري لحظات صادمة وهو يزيل ملصقات تجارية عن عبوات فول وحمص ليظهر تحتها شعار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومع عبارة أوضح: هي عبارات مساعدات إنسانية غير مخصصة للبيع. تعال صور لي هون شو هون؟ مركز سليمان للإغاثة، يعني هي سعودية الله راد. أمس عملنا فيديو تبع المرتديلا، المرة صاروا يغطوها الحربية، صاروا يلبسوها هي علبة فول مشان ما تبين الإغاثة. الله لا يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا، الفيديو انتشر على نطاق واسع وأثار موجة استياء عارمة، خاصة وأن هذه السلع كان من المفترض أن تصل إلى موائد المحتاجين والفقراء مجانا، لكنها وجدت طريقها إلى الأسواق بعد إعادة تغليفها أو إخفاء هويتها الأصلية في محاولة للإتجار بها بطريقة غير قانونية.